النهاردة في أكلة شرقية جميلة نعملها ونسعد بيها. يا ترى ايه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده الكشري الأصفر بكل تفاصيله الجميلة. شايفين الكشري عامل ازاي؟ شايفين البدنجان؟ بصوا البطاطس وجمالها، عاملة زي كهرمان كده عليه، وهو جميل كده بالايه، بالكركم وبالملح وبالفلفل زي ما حضراتكم كده هتشوفوا هنعمله ازاي. وبص الصلصة، لا ده البصل ده حاجة تجنن. شايفين البيض المزغلل؟ شايفين تفاصيل الطبق؟ والله العظيم لو الطبق ده اتعرض عليا في الشارع بمبلغ وقدره لهشتريه من جماله وريحته وطعمه. ما تيجوا نشوف العظمة دي عملناها ازاي. وعلشان نعمل العظمة دي تعالوا نمشي الخطوات واحدة واحدة. هجيب حلة واحط فيها معلقتين من الزيت. اول ما هيسخنوا انزل عليها ببصلايه مبشوره. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوحها كده حاجه بسيطه. هكون بقى مجهزه كوبايتين من العدس على كوبايتين من الرز. بصوا بقى، انا مش عايزه البصلايه بتاعتي تتحمر، يا دوب يبقى لونها كده شفاف زي ما احنا كده شايفين. دي بتسكر الايه، العدس خالص بالرز. هجيب اهو كوبايتين من الرز غسلتهم، كوبايتين من الرز على كوبايتين من العدس، وهنزل بيهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزاكي بقى طول ما انت يا قمره شغاله في قلب المطبخ تذكري الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هتدي تشويحتين كده خفاف. بصوا بقى، عشان كده انا بقول لكم الاكله السهله اللي بتتعمل في 5 دقايق بس. خلاص شوحناها تشويحتين كده. بصوا بقى، ننزل عليها بشويه ملح وشويه كركم وشويه فلفل بساط كده وقطعه ماجي. هو دي كل توابلنا اللي بتنزل على الكشري الاصفر الجميل بتاعنا ده. خلاص هنقلبها تقلبتين كده عشان خاطر تاخد ايه التوابل بتاعتنا الجميله دي. وكل اللي هنعمله هننزل بمقدار الرز اللي احنا حطيناه بس ميه. هي دي التركه اللي بتخلي الايه العدس بتاعنا مفلفل او لا. يبقى عشان العدس بتاعنا يبقى مفلفل هحط مقدار الرز هو مقدار الميه. ولو عايزين تخلوه اللي هو بيبقى طري سيكه زودي ربع كوبايه. انا حاطه هنا كوبايه وربع من الرز، هنزل عليهم بكوبايه وربع من الميه. دي التركه اللي بتخلي الايه الكشري بتاعنا مفلفل كده، والرز فيه مفلفل وجميل. بشوحه تشويحتين مع البصل، وبعد كده بقوم عامله ايه، حطاله الميه بتاعته قد الرز، مليش علاقه خالص بالعدس. وهغطي، وما تنسيش توطي عليه وترفعيه على الصاجه اول ما يتشرب. يلا يا بنات بقى نشوف الايه. بصوا الكشري وجماله، بصوا مفرفر ازاي ومفلفل ومفيش حاجه لازقه في التانيه. هو لسه عامه بياخد ايه، هياخد كمان 5 دقايق تلدين. بصوا بقى في الناحيه التانيه احنا بنعمل ايه، هسيبه يتلدن شويه عقبال ما نجهز له الطشه بتاعته. على الصعيد التاني انا بحب يكون مع الايه، مع الكشري بتاعنا بيض مدحرج. طبعا انتوا بتسلقوا البيض اللي بيناسب الاسره بتاعتكم، وفي نفس التوقيت عشان مش عايزه اخد وقت، هي الطبخه سهله وجميله. بحضر الايه، حتى رص البطاطس على الايه، على الزيت عشان كله يستوي مع بعض. وبرده مجهزه ايه، شويه. بصوا الجمال بقى، هنعمل طبق من المخلل الباذنجان الاسود الجميل. بصوا صغير وجميل ازاي. وطبعا احنا عارفين بنزبده ازاي، بنحطه في قلب الزيت ونوطي على الاخر ونغطي، واول ما تلاقيه بقى زي الزبده كده
يلا ارفعيه وحطي نزلي الفلفل اللي انت طبعا ايه مشكشكاه بالسكينه، وقرنين فلفل كده ايه، قرنين فلفل من الرومي. وطبعا هنعمل التتبيله اللي احنا عارفينها بس اول ما البطاطس تستوي. يلا نجهز ونخلص الخطوات الباقيه. ويلا يا امارات، هاتي ايه، هاتي طاسه كده او هاتي ووك، حطي فيه معلقتين زيت مع معلقه زبده، واول ما هتسيح الزبده تندمج مع الزيت زي ما انت شايفه كده يا امرايه. اول ما هيندمجوا الاتنين مع بعضيهم هكون جبت البيض اللي انا قشرته وهنزل بيه اهو. هي في واحده كده كانت ايه مش متظبطه، مش مشكله، نحاول ايه نلم الموقف كده اهو، يعني نسحبها بره. يلا ندقلجهم بقى كده ونحمرهم، احنا قلنا على قد عدد افراد اسرتك هيتدقلجوا واوريهم لحضراتكم. وفي نفس الحله اللي احنا قلينا فيها البصل ادينا اهو رفعناه، هنجيب فصين من الثوم هننزلهم على شويه الزيت بتوعنا، هنقلبهم تقليبه خفيفه كده، وبمجرد ما هيحمروا اهو يا دوب بس كده هيحمروا، هكون جاهزه بالايه، جاهزه بالخل بتاعي علشان خاطر اطفي فص الثوم. بصوا الجمال، وهقول لكم بقى على الريحه حاجه كده. هنطفي فصين الثوم بشويه الخل، شايفين الجمال، وهاجي بقى بالايه طماطميتين عليهم ملح وفلفل ونص معلقه سكر ونص ماجي وقرن فلفل ونص معلقه من الايه الصلصه. شايفين الجمال ده، هعمل له كده ميكس. شايفين الريحه مش هقول لكم عليها كده حاجه ما شاء الله. ودي هتبقى الايه الصوص اللي هنحطه على وش الكشري. بقول لكم طبخه ما بتاخدش نص ساعه، ودي الاكله السهله والمغذيه اللي بلحق بيها نفسي وانا جايه من الشغل. يلا يا بنات بصوا البيض وجماله والحمار بتاعه الجميل الطعم ده، شايفين؟ هنرفع البيض من الزبده والزيت وهو متحمر كده وشكله في منتهى الجمال، ده يفتح النفس. بصوا هنرفع بقى الكلام الجميل ده. ودي طبعا الواحده اللي هي اتفتحت بس قلت حمريها عشان برضو اللي ياكلها ما يبقاش متضايق او متضرر، يبقى متحمره وخدت طعم السمنه البلدي الجميل اللي حطاهم في معلقه الزيت. ويلا بقى نستعد بشويه الطشه الجمال دول. هطفي الاول على الزيت والسمنه، وادي الكشري بتاعنا اتلدن وبقى كده حاجه خرافه. بصوا الجمال، بصوا مفلفل ازاي، هوريه لحضراتكم دلوقتي. بصوا شايفين مفرفر ازاي ومفلفل، ايه رايكم في الجمال؟ يلا هنطشهم بشويه بشويه الزيت والزبده اللي قالينا فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقلب تقليبه حلوه كده عشان تاخد الطعم والريحه، ونكمرها بقى ونغرف واوري لحضراتكم الجمال اللي احنا وصلنا له. بصوا في رزايه لازقه في العدسه خالص، مفلفل وجميل اهو. واللي يعمل كشري زينا نقول له يا عمنا. يلا نغرف ونشوف الجمال والعظمه اللي احنا النهارده عملناها في اقل من نص ساعه، وفي الاخر بنوصل للعظمه اللي احنا شايفينها دي اللي احنا قدامنا. بص انا مش هوصف، هو الطبق شارح نفسه ومتكلم عن نفسه كويس قوي، بس انا هوريكم. بصوا بقى الرز المفلفل بالعدس، والله العظيم حاجه كده تهبل والله الطعم، حاجه كده من فوق الخيال. ويا سلام بقى لو خدت معاها بدنجانيه كده مخلله ولا قرن فلفل ولا الطماطم الجميله اللي كانت بتعملها امي بالثوم وبالفلفل وبالملح وبالكمون وليمونتين كده وقرن فلفل سبايسي وقرن فلفل كمان
رومي. بصوا التفاصيل الجميلة دي، حاجة كده من فوق الخيال. ايه رأيكم في العظمة دي؟ حاجة كده انا مش قادرة امسك نفسي بصراحة. وادي البدنجان الطبق الشهي بتاعنا بعد ما رصيناه. واللي عجبه الفيديو وشاف ان احنا تعبنا فيه، وبصراحة ما خدش مننا وقت، ده يدوب نص ساعة وقفلنا الليلة. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وادوني كومنت من كومنتاتكم الجميلة. دمتم في رعاية الله، احلى اخوات في الله.